واحد المجرم متسلسل 44 عام هو محمق البوليس ديال امريكا وكل شيء كيقلب عليه. ولكن الصدمه الكبيره كانت فاش غادي يشدوه ويطيح بين يديهم، حيت غادي يكتشفوا بلي هذاك المجرم اللي كانوا كيقلبوا عليه سنين كان غير حداهم وبين عينيهم. القصه غادي تبدا في عام 1974 في ولايه كاليفورنيا، فاش غادي تبدا واحد السلسله ديال الجرائم في الولايه. شي حد كان كيدخل للديور بالليل وكيسرق اي حاجه لقاها حداه، ومن بعد كيختفي بلا ما يخلي موراه حتى شي اثر. لكن من بعد واحد الفتره وبالضبط في سنه 1980 المجرم ما غاديش يبقى مقتصر غير على السرقه، وانما غادي يطور من الافعال ديالو اللي غادي يولي فيها اعتداءات وجرائم قتل. وما كانش كينفذ الجرائم ديالو غير في مدينه واحده، كان كينفذهم في مدن مختلفين، وعدد الضحايا كان كيتزاد بشكل كبير لدرجه المحققين جاهم الشك واش كاين غير مجرم واحد اللي كيدير كاع هاد الافعال. دازت السنوات والقضيه ولات اكبر الالغاز الجنائيه في امريكا، اكثر من 50 اعتداء وعشرات السرقات و13 جريمه قتل، وهذا الشيء كامل داروا بلا ما يخلي موراه حتى شي دليل. بعض المحققين اللي كانوا خدامين على القضيه غادي يتقاعدوا، وبعض الضحايا غادي يفقدوا الامل باش انهم يعرفوا شكون هو هذاك المجرم اللي دار فيهم داك الرعب كامل. لكن المفاجاه والصدمه الكبيره هي اللي غادي توقع في سنه 2018 من بعد ازيد من 40 عام. الشرطه غادي يبحثوا في القضيه بشكل معمق، وغادي يستعملوا تقنيات حديثه في البحث، ومن بعد شهور ديال التحقيق اخيرا غادي يوصلوا للاسم ديال المجرم اللي كان محمقهم 44 عام. الاسم ديالو جوزيف جيمس دي انجيلو. هنا المحققين كاملين غادي يصدمهم هذا الاسم، لان جوزيف اللي لقاو عليه القبض صدق غير صاحبهم المحقق اللي كان خدام معاهم واللي كان كيحقق معاهم في قضايا وجرائم اللي اصلا هو اللي مرتكبها بنفسه. في سنه 2020 جوزيف غادي يعترف بكاع الجرائم ديالو قدام المحكمه، وغادي يتحكم عليه بالمؤبد بدون امكانيه الخروج. وهكا سالت وحده من اكثر القضايا الجنائيه في التاريخ الامريكي من بعد 44 عام ديال البحث والمطارده. وإلا كنتوا وصلتوا حتى لهنا خليو شي اعجاب كتشجيع، ونتلاقاو في قضيه جديده.